مين اللي قال ان الفريك ما بيحب الشريك؟ هنعمل غدا سريع سهل جدا وبسيط، مش هياخد منك دقايق، في حلة واحدة وهندخله الفرن، وسهل وبسيط وطعمه يجنن. بصدر فرخة واحد هنعمل الجمال ده كله. نقول بسم الله. نجيب بقى البولة بتاعتنا ونبتدي نتبل الفراخ بتاعتنا. اي نوع قطع فراخ عندكم، صدور من الوراك، مش فارقه يعني، اي نوع. هنبتدي بقى نتبلها ببهارات فراخ وكزبره وفلفل اسود وتوم باودر وقرفه وبابريكا. نقلبهم بقى كويس جدا كده، واحاول ادخل بقى البهارات الحلوه دي في مسام الفرخه بالشكل ده. ده كده يعتبر يعني نص كيلو من الصدور او الشيش. نجيب بقى الحلة بتاعتنا على النار بالشكل دوت، ونبتدي نضيف عليها معلقتين من السمنة كبار. كل ده في حلة واحدة، مش هياخد مننا اي وقت. بصلة كبيرة مفرومة بالشكل ده، هبتدي احمر فيها كده شوية لحد ما تدبل معايا وتديني اللون الاصفر الجميل ده. هبتدي اضيف ملح وفلفل اسود بس، ومش محتاجة اي بهارات تاني. كده الفراخ عندي متبلة بالبهارات، فخلاص كده. بعد كده بقى عندي 3 فصوص توم كده مقطعاهم قطع صغيرة بالشكل ده، هشوحهم كده مع البصلة، مش هياخدوا حاجة. انا عايزة بس البصلة كده تدبل معايا وتديني اللون الاصفر الجميل الفاتح ده. وبعد كده هنزل بقى عليهم بالقطع الفراخ اللي احنا تبلناها، تاخد تشويحة كده مع البصلة، والتوابل بقى اللي معاها ديت هتدينا بقى ريحة خطيرة. عندي كمان طماطمتين كبار كده مقطعاهم قطع صغيرة، ممكن تبشروهم بالمبشرة. هي بقى هتدوب كده مع الفراخ، وهتنزل بقى ميتها، والقطع الفراخ كده برضو هتنزل ميتها. لحد بقى اسيبها كده تغطي عليها لحد ما تستوي بقى معايا كويس جدا بالشكل ده. نقلبها بقى كمان تقليبة كده لحد ما توصل معايا بالجمال ده. عندي الصوص كده خطير. نضيف بقى الفريك بتاعنا بالشكل ده. نص كيلو غسلته كويس، وطبعا بيتنقى قبلها، ونقعته بس ربع ساعة، وابتديت ان انا اصفيه، وبعد كده ضفته على الخليط اللي احنا عملناه ده. بتقلبيه بقى تقلبتين كده حلوين، ونضيف بقى باقي الكمية بالشكل الجميل ده. ونص كيلو يعني من الصدور على نص كيلو من البرغل، يبقى كده المعيار مظبوط جدا. انزل بقى بالكمية كلها بالشكل ده، وابتدي بقى اشوح قطع الفراخ كده مع البهارات والحاجات كلها بقى اللي احنا حطيناها دي. يعني الريحة بجد خطيرة حقيقي، من احلى الوصفات. وصفة البرغل دي يعني طعمها يجنن. هضيف بقى المية بتاعتي كده زي ما بتسوي الرز العادي، هتسوي البرغل بالشكل ده. انا كده بقلب بس بتأكد ان المية واصلة لحد فين. مجرد اغطي بس قطع الفراخ والبرغل بالشكل ده، اسيبها بقى تغلي كده كام غلوة لحد ما قبل ما تتشرب بس بشوية كده. هقلبها تقلبتين واسيبها بس نص سوا، وبعد كده اجيب الطاجن بتاعي. عايزين تسووها في الحلة على بعضها كده هتبقى حلوة برضو، بس لما بحطها بقى في الطاجن وتكمل تسوية كده في الفرن وتاخد التحميرة الحلوة، حقيقي بيبقى طعمها يجنن. جربوها بالطاجن خطيرة. هدخلها بقى الفرن، هتاخد معايا كده مع الشواية، وطبعا مولعة من تحت على الهادي، والشواية بس اعلي شوية لحد ما توصل معايا باللون الجميل دوت، وتتشرب كل المية اللي فيها. شايفين بقى طالعة حلوة ازاي؟ هحطها كده في طبق التقديم، مفلفل وخطير، يعني مش محتاجة حاجة تاني. الريحة بقى قلب البيت، غير بقى طعمها المختلف. ياريت تجربوها، سهلة جدا. ونغير بقى من الرز والمكرونة وندخل بقى الفريك الخطير ده. بجد لو عملناه كمان مع الكبد والقوانص طعمه حلو جدا. يعني اي حاجة متوفرة عندك دخليها في الفريك هتبقى خطيرة. شايفين؟ مفلفل، ومش محتاج بقى غير شوية سلطة كده وهيتاكل في ثواني. حلو جدا، وصفة سهلة وبسيطة ومخدتش مننا اي وقت. حلوة كمان للموظفات، تيجي بقى بسرعة كده تعملها وتدخلها الفرن، وطعمها بقى يجنن.
يلا مستنية رأيكم في التعليقات واشوفكم على خير ان شاء الله. لو الوصفة عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وشير كتير بقى علشان الكل يستفاد. كان معاكم هند سليم، اشوفكم على خير، باي باي.